عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبصحة تمام. لا إعاقة لكل صاحب إرادة. كنا يا جماعة في تجمع، كنا قاعدين متجمعين كلنا، تمام. فكنا قاعدين بقى بنناقش مشاكل المكفوفين وايه اللي بيضايق المكفوفين وايه اللي الدنيا وايه الحوار. طبعا يا جماعة اللي انا هقوله ده الآراء كلها تحترم. فكان في حاجة كده كنت قلت لما اطلع اقولها بالمرة، يعني كنا قاعدين كده في تجمع وكده. فقلت ليه يا جماعة عاملين للمكفوفين شغل 5%؟ يعني ليه مثلا بيعملوا المكفوفين زي عندهم ايه، كأنهم مش عندهم إعاقة بصرية، لا، كأن هما يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة ذهنية. فعاملين 5%، بدل ما احنا يا جماعة فينا صحة وبنقدر ناكل ونشرب وتمام، ليه ما ننزلش شغل عادي؟ وسكت. فرد حد قال لي ايه، طب بقول لك ايه، هو من وجهة نظرك الكفيف ده يشتغل ايه؟ هو اصلا الكفيف ده ينفع يشتغل ايه؟ انا بقى هديت، انا اتعصبت جدا بصراحه يا جماعه، يعني لازم اهدى. هديت. قال لي من وجهة نظرك الكفيف ده يشتغل ايه؟ هديت. قلت له اول حاجه احنا الكفيف، اي حاجه الكفيف يعني اي شغل الكفيف مش بيعتمد فيه على بصره، احنا بنبقى هايلين جدا. ده اول حاجه. تاني حاجه احنا في الاعلام برضو هايلين، في الحقوق هايلين، في المجال الفني برضو هايلين. يعني احنا مثلا عندنا مواهب كتيره جدا جدا جدا، هايله جدا وممتازه، بس محتاجه فرصه، محتاجه حد يديها فرصه بس. وكمان احنا كمان في التكنولوجيا هايلين جدا جدا جدا. فطبعا الناس كلها ايه، اتبسطت جدا. وفي اللغه العربيه احنا بيرفكت، في المدرسين احنا كل حاجه، احنا في اي شغل ما بيعتمدش على البصر احنا هايلين. فطبعا لقيت الناس كلها اتبسطت قوي. و فراح جاي حد قال له ايه، طب بقول لحضرتك ايه، طب انت من وجهه نظرك بقى هو المكفوفين يشتغلوا ايه؟ ايه الشغلانه المتاح للمكفوفين؟ لقيته يا جماعه قال الكلمتين اللي أنا قلتهم. وانا اتبسطت قوي بصراحه. و قولوا لي ايه، من يعني اكتبوا لي كده رايكم في التعليقات. هل حوار 5% ده يعني انتوا شايفين ايه فيه؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات. بحبكم قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.